بيبدأ الفيلم في بار قديم في برلين، في خرم غريب في الحيطة وصاحبه راجل كبير في السن اسمه اوين. وفي ليلة مطر وعواصف بيوصل واحد اسمه نيل للبار ومصمم انه لازم يشوف الست اللي في البدروم، بس اوين بيرفض بالشدة وبيقول انه مش هيلاقي اي راحة من ورا الباب ده، مش هيلاقي غير الوجع والعذاب. نيل ساعتها بيعرض عليه 2000 يورو وبيشرح له انه بس عاوز يقول مع السلامة لمراته اللي ماتت، بس اوين مصمم على قراره وبيقول له ما يرجعش هنا تاني. وبعد ما نيل بيمشي اوين بيسجل رسالة فيديو للي هيمتلك المكان ده في المستقبل، بيكشف فيها ان المكان ده معاه ساكنه خاصه اسمها باج هيد عايشه في البدروم وخطيره جدا، وبيقول ان اي حد هيمضي على عقد ملكيه المكان ده هيبقى هو الوصي عليها. باج هيد هتعمل كل اللي تقدر عليه علشان تهرب وتطلع للعالم، بس دي مسؤوليه الوصي انه يمنع ان ده يحصل. صاحب المكان ما بيقدرش يسيب البيت، ولو سابه الموت والمرض هيمشوا وراه، وبيقول انه هيحاول يخلص من لعنه باج هيد الليله دي، بس هو مش متاكد اذا كان هينجو ولا لا. وبعد ما بيخلص تسجيل الفيديو اوين بينزل البدروم وهناك بنشوف ست شكلها وحش ومختلة ومربوطة في الكرسي، وبعدين بيحاول يولع في المكان كله على امل انه يقضي على اللعنة دي مرة واحدة وللابد. للاسف المحاولة دي بتفشل وهو اللي بينتهي به الحال انه بيتحرق ويموت، في حين ان باج هيد بتفضل عايشة وتمام. المشهد بعد كده بيروح للندن وبنشوف بنت اسمها ايريس وصاحبتها الانتيم كيتي. ايريس بتواجه مشاكل ماديه، كانت لسه مطروده من شقتها علشان ما تدفعش الايجار، ودلوقتي بتدور على مكان تقعد فيه. وفي اللحظه دي بالظبط بيجي لها تليفون من محامي بيبلغها بوفاه والدها وبيطلب منها تيجي في اسرع وقت ممكن. تاني يوم ايريس بتسافر لبرلين وبتتصدم لما بتشوف جثه ابوها المحروقه، هي بنت اوين اللي مات في الاول، بس هما ما كانوش شافوا بعض من زمان جدا. المحامي بيكشف لها انها ورثت البار من ابوها، وايريس ما كانتش متوقعه ابدا ان ابوها العجوز ده ممكن يسيب لها اي حاجه، هي اصلا ما كانتش تعرف ان ابوها كان عنده بار قديم. والمحامي بياخدها في جوله في المكان، بيشرح لها ان المرافق والتجهيزات المختلفه حالتها باظت خالص ومحتاجه فلوس كتير علشان تتصلح وتتوضب، وعلشان كده هو هيلاقي مشتري وهيرتب انه يبيعه في اسرع وقت. لكن ايريس بتقول له انها مش عاوزه تاخد القرار ده دلوقتي وبتطلب منه شويه وقت، وبتقرر تبات ليلتها في المكان ده بما انها كده كده ما عندهاش بيت. ورغم ان المحامي ما كانش مبسوط بالفكره دي لكنه ما قدرش يرفض. وبالليل ايريس بتتصل بكيتي وبتحكي لها ان ابوها سابها ومشي من سنين كتير، علشان كده هي مش زعلانه عليه. كيتي مصممه انها ما تكونش لوحدها في الوقت الصعب ده وبتوعدها انها هتسافر لها برلين قريب. حوالي نص الليل ايريس بتكون نايمه في سابع نومه لما بتصحى على صوت دوشه جايه من البدروم. الفضول بياخدها وبتقوم من السرير بس ما بتلاقيش اي حد حواليها، وبعد ما بتبص حواليها شويه بتقرب من باب البدروم، بيكون في شويه تعويذ مكتوبه على الباب، بس هي ما بتعرفش تدخل علشان لسه ما استلمتش المفاتيح. وفجاه بتحس بوجود حد معاها في البيت وبتروح تشوف مين. بيطلع نيل وده بيخوفها جدا. نيل بيوضح لها انه مش جاي يأذيها وانه بس عاوز يقابل الست اللي في البدروم بتاعها. ايريس بتبقى متلخبطه وبتاكد له ان مفيش حد هناك، بس هو مصر ان في ست في البدروم بتاعها، هو محتاج يشوف مراته تحت هناك. نيل بيعرض عليها 4000 يورو وكمان بيوعدها انه هيديها فلوس اكتر لو سمحت له يدخل البدروم. لما بتشوف المبلغ الكبير ده ايريس بتوافق بما ان الفلوس دي ممكن تساعدها كتير في وضعها الصعب ده. بتقول لنيل انها مش معاها مفتاح البدروم دلوقتي بس بتطلب منه يرجع بكره. وتاني يوم الصبح ايريس بتقابل المحامي وبتقول له عن رغبتها في انها تعيش في مكان ابوها القديم بدل ما تبيعه. الكلام ده بيخيب امل المحامي بس هو ما بيحاولش يغير رايها، بيديها ورقه عقد شكلها قديم وهي بتمضي عليها علشان تبقى صاحبة المكان، وكمان بيسلمها المفاتيح والشريط عليه تعليمات كان اوين سابه للملك الجديد. وفي الليلة دي كيتي بتوصل البيت وايريس بعدين بتحكي عن نيل اللي اداها 4000 يورو وقال ان في حد عايش في البدروم بتاعها. كيتي مصدومة وبتقول لو الكلام ده حقيقي ممكن يكون خطر جدا انهم يعيشوا هناك، بس ايريس مصرة انهم ممكن يعملوا فلوس كويسة من الموضوع ده، وهي معتقدة ان دي مجرد حاجة زي تسلية كده. ايريس بتقول اكيد ابوها كان بياخد فلوس كتير من الناس اللي بتحب تتخض. وبعدها بشوية نيل بيظهر والتلاتة بيروحوا ناحية البدروم. الأوضة ضلمة جدا وهناك بيلاقوا كرسيين في نص الأوضة، لكن انتباه نيل بيروح لشرخ كبير في الحيطة وبيطلب من حد انه يطلع. البنات مش مصدقينه وبدأوا يتكلموا كلام فاضي، بس فجأة بيشوفوا باج هيد جاية ناحيتهم. المخلوقة دي حاطة شوال مغطي راسها وشكلها مختلة جدا. باج هيد ما بتسمعش كلام نيل وبتقرب من ايريس، بس المفاجأة لما ايريس بتطلب منها ترجع لورا بتسمع كلامها وايريس بتقول لها تقعد على الكرسي. وبعد كده نيل بيقعد قدامها بيديها خاتم مراته اللي ماتت سارة وباج هيد بتحطه في بقها. نيل عمره ما عمل كده قبل كده وهو بيروح يربطها في الكرسي قبل ما هي تصرخ صرخة فظيعة. ايديها بتتحول ببطء ونيل بيشيل الشوال من على راسها لكنه بيلاقي امه اللي ماتت من 20 سنة. نيل مش فاهم ليه امه هي اللي ظهرت لانه كان عاوز يشوف سارة، وبعدين بيسأل امه
ليه موتت نفسها زمان، بس هي بتديله اجابات غامضه جدا. وبعد حوالي دقيقتين عينيها بتتحول للاسود وبتقول لنيل انها عمرها ما كانت عاوزه تخلف، وان ده السبب اللي خلاها تكرهه، بس دلوقتي هي عايزه تديله بوسه. فجاه بتختفي من على الكرسي وبعدين بتظهر تاني، بتثبته في الارض وبتتف ميه من بقها. وهنا ايريس بسرعه بتأمرها تقف وتراجع الشوال على راسها. مره تانية باجهيد بتطيع الاوامر وبترجع الخاتم لساره قبل ما ترجع تاني للفتحه الكبيره اللي في الحيطه. وبعد ما بيسيبوا البدروم، نيل بياخد باله ان امه ظهرت علشان الخاتم كان اصلا بتاعها قبل ما هو يديه لساره، وبيكشف كمان انه نسي يحذرهم ان الكلام مع شخص ميت ما ينفعش يزيد عن دقيقتين، علشان بعد كده باجهيد بتسيطر على الروح وبتبقى عدوانيه جدا. ورغم المحاوله الفاشله، نيل مصمم انه يشوف ساره لانها وحشاه جدا. ايريس بترفض علشان هي شافت كفايه، بس نيل بيديها الفلوس وبيقول انه بس كان عاوز يقول مع السلامه لمراته، وبيديها كمان عنوانه وبيطلب منها تكلمه لو غيرت رايها. وبعد ما بيمشي، كيتي وايريس بيتفرجوا على التعليمات اللي في الفيديو واللي سابه اوين للملك الجديد. الراجل العجوز بيكشف ان باجهيد بتسمع وبتنفذ اوامر الوصي بس، واللي اسمه مكتوب في عقد الملكيه. هي عندها القدرة انها ترجع الميتين للحياة. اي حد عاوز يتكلم مع قرايبه اللي ماتوا لازم يتكلم لمدة دقيقتين بس، غير كده باجهيد ممكن تبدأ تتلاعب بعقولهم وتبقى عدوانية جدا. وبعدين بيعترف ان كل ما حد بيستخدم باجهيد اكتر كل ما قوتها بتزيد، فعلشان كده الاحسن ان ما حدش يستخدمها خالص، يا اما هتخش جوه دماغهم وحتى لو حاولوا يمشوا هترجعهم تاني لهناك. وهدفها الوحيد هو انها تهرب من البدروم. لما بتعرف كل ده، ايريس اخيرا بتفهم ليه ابوها سابها فجأة ومشي من سنين. ده كان عشان هو عاوز يحافظ على امان عيلته من الوحش ده، بس المحامي هو اللي تواصل معاها في الاخر من نفسه وجابها للبار القديم. وفي الوقت ده كيتي المرعوبة بتقترح انهم لازم يهربوا من المكان ده فورا، بس ايريس مش عاوزة تمشي علشان ما عندهاش مكان تاني تعيش فيه. بتقول ان نيل غني جدا ومستعد يدفع اي مبلغ، ولو خلوه يكلم سارة لاخر مرة هيبقى معاهم فلوس كفاية يبدأوا بيها حياتهم. كيتي مش عاجبها الفكرة، بس بتقرر وهي مترددة انها تفضل علشان خاطر صاحبتها. وتاني يوم الصبح ايريس بترجع البدروم وبتعلن ان هي صاحبة المكان الجديد. بتكتب على السلم ممنوع التخطي علشان تمنع باجهيد تطلع بره. وبعدين بتروح تدور على نيل علشان تطلب منه يرجع تاني. وفي الوقت ده كيتي بتستخدم برميل خمرة علشان تسد بيه باب البدروم، وبعدين بتحاول تمشي، بس فجأة برواز بيقع على الأرض. الصورة فيها 2 رجالة شكلهم غريب واقفين عادي، ولما كيتي بتبص ورا الصورة بتكتشف إنها متاخدة لسنة 1972، وواحد من الرجالة اسمه أوتو. المفاجأة إن التاني هو المحامي اللي رتب لآيريس علشان تمضي العقد. كيتي بتكتشف ان اوتو ده كان صاحب المكان قبل اوين، وعلى الانترنت بتعرف ان اوتو موت نفسه في الاخر بعد مأساة حصلت لعيلته. وبعدين فجأة بتشوف اوتو، بس بسرعة بتدرك ان الراجل اختفى. وفي مكان تاني، نيل بيحكي لايريس انه كان بيحب مراته اللي ماتت سارة حب عميق، وهي ماتت في حادثة عربية. موتها سابه متدمر، وبسبب الحزن بدأ يحضر مجموعات دعم نفسي. وهناك هو سمع عن اوين اللي كان معروف انه بيقدر يوصل الناس بالاموات مقابل 2000 يورو. وفي الليله دي نيل وكيتي وايريس بيرجعوا البدروم. هو بيدي الباجهيد حاجه كانت بتاعه مراته ساره، وايريس بتظبط تايمر على دقيقتين. الوحش بيتحول فورا لساره، واخر حاجه مراته فاكراها هي اللحظه اللي كانت خلاص هتعمل فيها الحادثه، لكن بسرعه بيبان انه كان بيكذب وما عملش كل ده علشان يقول لها مع السلامه. فبيسالها كانت بتقابل مين ومين اللي كانت بتخونه معاه قبل ما تموت، بس ساره بتنكر كل الاتهامات دي. وفي اللحظه دي بالظبط التايمر بيرن، وباجهيد بتسيطر على الروح وبتقول انه ما كانش في راجل تاني، وانها ببساطه ما كانتش طايقه فكره انها تفضل معاه اكتر من كده. وفي اللحظه دي البدروم فجاه بيتحول لمشهد حادثه ساره المأساويه. ايريس بتشوف ساره بتعيط في ركن وبتقرب منها بحذر، بس بعدين ساره بتتحول لوحش مفترس. الوحش بيثبتها في الارض وبيكشف ان ايريس سجينه في المكان ده قبل ما يرجع للفتحه. وبعد ما الامور بتهدى، نيل بيقول انه عاوز يكلم ساره تاني، بيدعي انه بس كان عاوز يتخطى الموضوع ومش مصدق الكلام اللي مراته قالته بعد التايمر ما خلص. لكن كيتي وايريس زهقوا منه فبيطلبوا منه يمشي. وبعدين وايريس قاعده لوحدها وبتشرب، بتشوف فجاه رؤيه لابوها اللي مات. بعدين بتشوف السيناريو بتاع اوين لما استخدم فيه باجهيد علشان يلاقي مراته اللي ماتت، واعتذر لها انه سابها هي وايريس لمده 20 سنه. هو كان محبوس هنا مش قادر يرجع لعيلته، وكل ما كان يبقى على وشك يشوف ايريس الموت والمرض كانوا بيمشوا وراه. قرر في الاخر انه يحرق المكان علشان ايريس ما تضطرش تتعامل مع البؤس ده بعد كده. لكن بعد دقيقتين ما عدوا، باجهيد سيطرت على روح مراته وخلصت عليه محروق. المشهد بعد كده بيروح لنص الليل لما ايريس بتسمع فجأة شوية اصوات. بتكتشف ان كيتي مش في اوضتها، فبتمشي ورا الصوت وبتدخل البدروم، بس بدل كيتي بتلاقي ابوها اللي بيحاول يغريها علشان تدخل الفتحة الكبيرة اللي في الحيطة.
لكن ايريس بترفض تروح وبتلاحظ ان وش ابوها بقى شكله مجنون. وبعدين اوين بيقشر جلده وبيكشف عن نفسه انه باج هيد. ايريس بتحاول تخنقها بس الموضوع بيجي بنتيجة عكسية. باج هيد بتكشف عن نفسها في شكل ايريس، وايريس بتصحى في سريرها حاسه بحبل فيه مفتاح مربوط جامد حوالين رقبتها. لحسن الحظ كيتي بتسمع صريخها وبتقطع الحبل وبتنقذ ايريس من انها كانت تموت مخنوقه. وبعد الظهر البنات بيحاولوا يتصلوا بالمحامي علشان يقدروا يشيلوا اسم ايريس من العقد، بس شكله اختفى. وهم مروحين كيتي بتبقى قلقانه على سلامه صاحبتها وبتحاول تقنعها تسيب المكان فورا، لكن ايريس مش عايزه ترجع لحياتها الطبيعيه اللي ما عندهاش فيها اي حاجه. بتتهم كيتي انها غيرانه منها دلوقتي علشان بقى عندها املاك، وكيتي المتضايقه بتلم حاجتها في الاخر وبتمشي من البيت. ورغم الخناقه كيتي لسه قلقانه على صاحبتها الانتيم، فبتروح لبيت اوتو المهجور، وجوه بتلاقي مجموعه ورق ومستندات بتبين قد ايه هو كان بيحاول يهرب من اللعنه وهو يائس. وفي الوقت ده ايريس بتروح البدروم وبتستخدم باج هيد علشان تلاقي ابوها، وهنا هو بيكشف لها انه كان عاوز البار يتحرق وما سابش اي وصيه وما كانش عاوزها تتورط في الموضوع ده خالص. ايريس بتغضب جدا منه علشان خبى كل الاسرار دي المده دي كلها، بس هو ما قدرش يسيب المكان ده علشان يشوفها قبل كده. بيتاسف لها وبيترجاها ما تحضرهوش تاني. وبعد ده ايريس المحبطه بتطلع فوق وبتحاول تحرق ورق العقد، بس مهما حاولت الورق مش عاوز يولع. ساعتها بتدرك انها محبوسه هنا بعد ما اخذت قرار غلط. وبعدها بشويه كيتي بترجع البار وبتحاول تتصل بايريس كذا مره بس مفيش رد علشان هي واقعه مغمى عليها في اوضه من الاوض. كيتي بتفترض ان صاحبتها في البدروم، فبتنزل تحت بس علشان تلاقي نفسها وش لوش مع باج هيد، وحاجتها بتقع منها وباج هيد بتبلع شويه ورق كان بتاع اوتو، ونتيجه لكده اوتو بيرجع للحياه. كيتي بتساله مين هي باج هيد، بيكشف لها ان من 400 سنه كان في طائفه اسمها الاخويه، اكتشفوا ست بتقدر تحضر الميتين، حاولوا يستغلوا قوتها بس لما رفضت اتهموها انها ساحره وحرقوها وهي مربوطه في عمود، لكن هي قامت من الموت وسعت للانتقام. لما بدات تقتل ناس كتير الاخويه حبسوها في مقبره تحت الارض عن طريق طقوس سحر اسود، وبعد قرون احفاد الناس دول فتحوا مقبرتها علشان يستغلوا قوتها تاني. كل ما استخدموها اكتر كل ما قوتها زادت، واللي حاولوا يستغلوها انتهى بيهم الحال ميتين. وكيتي بتسمع القصه دي الدقيقتين بيخلصوا وروح اوتو بتسيطر عليها باج هيد، ولما كيتي بتحاول تمشي الباب بيترزع ويتقفل. وتاني يوم الصبح ايريس بتصحى على صوت كيتي بتطلب المساعده من البدروم، بتتخض وبتجري علشان تساعد صاحبتها في البدروم. ايريس بتسمع صوتها جاي من ورا الفتحه الكبيره، رغم تحذير ابوها انها تبعد عن الفتحه دي بتدخل جوه الحيطه علشان تنقذ صاحبتها، وجوه بتلاقي كهف عميق وبتفضل ماشيه فيه لحد ما بتلاقي صاحبتها في الاخر. بس وهم بيحاولوا يرجعوا ايريس بتلاحظ جثه كيتي الحقيقيه ميته. بيتضح ان الشخص اللي وراها ده هو باج هيد. المخلوقه بتحاول تهاجمها بس ايريس بتقوم بسرعه وبتهرب من فتحه الحيطه. لحسن الحظ نيل بيظهر في اللحظه دي وبياخدها ويبعدها عن هناك. لما بيوصلوا لفوق نيل بيديها شويه برشام وبيقول لها ان ده هيهديها. هي بتاخدهم وبتفكر نيل انه خلاص محدش هيستخدم باج هيد مره تانيه، وعلشان كده هي هتبقى بدون قوه. فجاه بتبدا تحس انها دايخه، ولما بيشوفها كده نيل بيقول لها ترتاح شويه. وفي المشهد اللي بعده ايريس بتصحى وبتلاقي ان الدنيا ليلت خلاص، بتجري على البدروم وبتسمع نيل بيتكلم مع حد، وهناك بتكتشف نيل بيعمل اتفاق مع باج هيد، بيعرض انه يبقى هو الوصي على المخلوقه دي، في المقابل هو عاوز يفضل على تواصل مع مراته طول حياته. نيل حتى بيكتب اسمه على ورقه العقد بس اسمه بيختفي تاني علشان ايريس لسه عايشه. وبسرعه باج هيد بتتقمص شخصيه ساره وبتقول انها كانت حامل لما ماتت. نيل كان متهور جدا وما عندوش اي ثقه في نفسه، علشان كده ساره كانت خايفه وكانت عاوزه تسيبه. هو حتى كان بيخدرها في السر علشان يهديها، بس هي جريت على عربتها وحالتها النفسيه مش كويسه، وفي الاخر عملت حادثه. وهو غرقان في تأنيب الضمير بدأ يعيط. وبعدين ساره بتقول له انهم لسه ممكن يكونوا مع بعض بس مش هينفع لو ايريس لسه عايشه. نيل بيأكد انه مش قاتل، بس ساره بترد عليه ان هو اللي قتلها هي وطفلهم. وفي اللحظه دي نيل بيلاحظ ايريس واقفه بتسمع الحوار، فبيجري وراها. هي بتجري على اوضتها وبتحاول تتصل بالشرطه بس بتكتشف ان تليفونها فاصل شحن. وبعدين بتتخض وبتجري تطلع على السطح بس نيل بيلحقها. ايريس بتحاول تتكلم معاه بالمنطق، بتشرح له ان الست اللي كان بيتكلم معاها دي مش مراته وان باج هيد بتتلاعب بيه، لكن هو بيرفض يسمعها وبيهاجمها بعنف. ايريس بتنجح تفلت منه وبتحاول تنزل للدور اللي تحت بس نيل بيزقها من فوق السطح، وده بيؤدي لموتها المأساوي. بعد كده نيل بيشيل جسمها الميت وبيروح بيه البدروم وبيدي الباج هيد تليفونه علشان ترجعها للحياه علشان تقدر تحط اسمه على العقد. باج هيد بتبلع التليفون وبسرعه روح ايريس بتظهر. نيل بيعتذر انه قتلها وبيقول انه بس كان عاوز يبقى هو الوصي على باج هيد ويرجع لمراته. وبعدين بيطلب من الروح انها تنقل له ملكيه البيت، لكنها بتشكره بجنون علشان حررها. بتاكد انه رغم ان ايريس ماتت اسمها لسه على العقد.
وبالتالي بما ان روح ايريس بقت جوه جسم باج هيد، هي بقت الوصيه على نفسها وبقت حره انها تسيب البدروم دلوقتي. نيل مش فاهم، بس هي فجاه بتبدا تهاجمه. باج هيد بتتحول لام نيل وبتكسر ايديه، وبعدين بتاخد شكل ساره وبتفضل تخبط راسه في الارض كذا مره. اخيرا بتاخد شكل ايريس اللي بتاخد كرسي وبتضربه بيه وبتموته على طول. وفي المشهد الاخير باج هيد بتحرق العقد مع البار وبتمشي بعيد عن البدروم، وما بقاش في حد بيسيطر عليها او يحبسها. هي دلوقتي الوصيه على نفسها وحره تسرح في الدنيا زي ما هي عايزه. ودي نهايه الفيلم، ونتقابل في تلخيصه جديده، وشكرا للمشاهده.